العصور التاريخية. احنا هنقسم التاريخ لأربع عصور. امتى بيبدأ التاريخ؟ امتى أبدأ أسجل تاريخ حياتي؟ لما أعرف الكتابة. حلو، يبقى بيبدأ الإنسان يسجل تاريخه لما يعرف الكتابة. بتبدأ العصور التاريخية امتى؟ مع معرفة الإنسان للكتابة، وبيبدأ يغير حياته. هنقسم العصور بتاعتي لأربع عصور: عصور قديمة، وعندي حاجة اسمها عصور وسطى، وكل واحدة ليها ملامحها وأقول لك تميزهم عن بعض إزاي. وعندي حاجة اسمها العصور الحديثة، وعندي التاريخ المعاصر. اوعى تزهق، احنا واحدة واحدة ماشيين مع بعض. يلا مع بعض اهو بنخلص الجزئية الأخيرة. تعالى، هنقسم التاريخ أربع عصور. إيه اللي بيخليني أنتقل من عصر لعصر؟ إيه اللي خلاني في القديمة ولقيت نفسي في الوسطى، وبعد كده التاريخ الحديث والمعاصر؟ أنتقل من فترة لفترة لما يحصل حدث سياسي مهم. يعني إيه حدث سياسي مهم؟ يعني سقوط دولة، قيم دولة، افتتاح، دخول دولة جديدة، عاصمة جديدة ظهرت، عاصمة انهارت. يبقى امتى بينتقل من عصر لعصر؟ لو حصل حدث سياسي مهم. حدث يعني حاجة مهمة في أحداث الدولة السياسية، يعني سقوط دولة، انهيارها يعني، أو قيام دولة جديدة، أو فتح دولة جديدة كده. تبدأ العصور القديمة في الألفية الرابعة من ساعة ما الإنسان عرف الكتابة لحد 476. اشمعنى التاريخ ده؟ أهو سقوط إمبراطورية روما الغربية. سقوط إمبراطورية روما أو حدث سياسي. بننهي الدولة القديمة بحدث سياسي وسقوط إمبراطورية روما. بنبدأها من الألفية الرابعة قبل الميلاد، يعني من حوالي 3350 قبل الميلاد. من ساعة ما الإنسان عرف الكتابة لغاية 476 ميلاديا، اللي هي سقوط روما، اللي هو وقفناها عند حدث سياسي. تمام. تعالوا نشوف العصور القديمة دي ايه أكتر حاجة بتميزها. بس استنى، قبل ما أقولك أكتر حاجة بتميزها، عايزة أقولك إن العصور القديمة دي أطول عصور عدت على الإنسان. أطول عصور، أطول فترة، أطول عصور، أطول العصور. وبتيجي سؤال في الامتحان: ايه اطول العصور عدت علينا؟ هي العصور القديمه. ايوه، من 3350 قبل الميلاد لغايه كام؟ لغايه 476. دي اطول مرحله عدت علينا. هشوف ايه في العصور القديمه؟ هتلاقي الانسان بقى عرف الزراعه، عرف الاستقرار، عرف الكتابه، بنى المقابر. ماشي. ظهرت حضارات كتيرة، انتشرت فيها كمان الديانة اليهودية، وكانت بداية كمان ظهور او ميلاد السيد المسيح، وانتشار او بدايه ظهور الديانه ايه؟ المسيحيه. يبقى اعرف ازاي ان انا في العصور القديمه يا اولاد؟ في حبه معلومات لما يجوا لك في السؤال تختار العصور القديمه. بيقول لك اول حاجه اطول العصور، هتقول لي عصور قديمه. عارف الزراعه، الاستقرار، الكتابه، المقابر، عصور قديمه. زراعه، استقرار، كتابه، مقابر، عصور قديمه. انتشار اليهوديه، عصور قديمه. ظهور المسيحية، كمان ظهور المسيحية، أيوة، انتشار الديانة المسيحية نص القرن الأول الميلادي. في امتى؟ في العصور القديمة. يبقى اليهودية والمسيحية، يبقى ميلاد السيد برضو المسيح معانا. يبقى أنا عندي في العصور القديمة دي أطول العصور اللي عندنا، من الألفية الرابعة لحد 476. الإنسان عرف الزراعة والاستقرار والكتابة وبناء المقابر. ماشي. وكمان انتشرت اليهودية وولادة السيد المسيح ونشر الديانة المسيحية. كمان ظهرت الحضارات عندي في بلاد مصر وفينيقيا والعراق واليونان والرومان. الكلام ده كله كان في العصور القديمة. يبقى انتشار الحضارات او ظهور الحضارات الكبرى. ظهور الحضارات في بلاد، الحضارة المصرية وحضارة فينيقيا والعراق وبلاد فارس. ماشي. وبلاد اليونان والرومان. ده كده ملامح العصور القديمة. طب امتى اقول له عصور وسطى؟ بتبدأ العصور الوسطى يا ولاد من 476، من اول سقوط امبراطورية روما. يبقى التاريخ ده حد فاصل بين القديمة والوسطى. 476 حد فاصل بين القديمة والوسطى، ل 1453 اللي هي فتح القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية. التواريخ دي نحفظها، المفروض تكون عارفها عشان تعرف التاريخ بيبدأ من فين وبينتهي من فين. بيقول لك اسمع بقى، دي اسمها الإمبراطورية فتح القسطنطينية، بيسميها الإمبراطورية الرومانية الشرقية. أما 476 دي الإمبراطورية الرومانية الغربية، سقوط روما، الإمبراطورية الرومانية الغربية. أما فتح القسطنطينية، فتح القسطنطينية، ماشي،
اللي هي الامبراطوريه الرومانيه ايه الشرقيه. اهم ملامح العصور الوسطى. ايه مش عرفك ان انا في العصور الوسطى؟ بص بقى، امتى اجاوب العصور الوسطى؟ اي حاجه فيها انتشار الاسلام. انتشار الاسلام هتقول لي عصور وسطى. وبرضه عندي انتشار المسيحيه، لان عندي بدايه المسيحيه كانت في العصور القديمه، انتشرت في العصور الوسطى. تمام. يبقى في العصور الوسطى هقول له ايه؟ هقول له انتشار الديانه المسيحيه، ماشي. ظهور الاسلام وميلاد طبعا السيد الايه، ميلاد سيدنا محمد. يبقى انتشار المسيحيه، ميلاد سيدنا محمد، ظهور الإسلام، وجود خلفاء راشدين. خلفاء راشدين، قال لك دولة أموية، فاطمية، عباسية، أي دولة بتتكلم على مسلمين، أي خليفة أموي، أي خليفة أموي، أي خليفة عباسي، ماشي، أي حد، هارون الرشيد، المأمون، المعتصم، أي حد من المسلمين، يبقى أنا في الدولة الوسطى. يبقى في الدولة الوسطى أهم ملامحها اللي تأكد لك إن أنت بتجاوب في العصور الوسطى، لما يقول لك انتشار المسيحية، انتشار المسيحية، ظهور الإسلام، وطبعا ميلاد سيدنا محمد. يبقى ظهور الإسلام وميلاد سيدنا محمد، عصر الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أمويين، عباسيين، فاطميين، كل ده، كل ده يبقى إجابتي تبقى في العصور الوسطى. فتوحات إسلامية عصور وسطى، ازدهار الحضارة الإسلامية من الصين للأندلس عصور وسطى. هيكلمك يقول لك الكنيسة الكاثوليكية مسيطرة على أوروبا ونظام إقطاع، عصور وسطى، عصور وسطى، عصور وسطى. يبقى خلي بالك، أنا في العصور القديمة قلت لك كان في انتشار الديانة اليهودية وميلاد السيد المسيح. في العصور الوسطى هنا بقول لك انتشار المسيحية وولادة ووجود سيدنا محمد وبداية ظهور الإسلام وظهور إيه؟ الإسلام. نخلي بالنا من النقطة دي. طيب، يبقى أنا عرفت دلوقتي العصور الوسطى إمتى هقول وسطى؟ لما يقول لي انتشار مسيحية، ولادة سيدنا محمد، عندي خلفاء أمويين، عباسيين، فاطميين، ماشي، ازدهار حضارة إسلامية، كنيسة كاثوليكية بتسيطر على أوروبا، انتشار النظام الإقطاع والتخلف في أوروبا، هقول له عصور وسطى. دي أسوأ مرحلة مرت على أوروبا، وأحسن مرحلة مرت على المسلمين هي العصور الوسطى. أوروبا كان عندها قمة التخلف إمتى ونكسة حضارية؟ في العصور الوسطى. توقفت حضارة أوروبا إمتى؟ برضه في العصور الوسطى. أما العصور الحديثة، أوروبا هتبدأ بقى تفوق. بتبدأ من 1453، يعني من أول ما سقوط الإمبراطورية الرومانية، خلاص من أول التاريخ ده لغاية 1914. و14 بتبدأ من هنا من 1453 لحد 1914، برضو كده حدث سياسي، وفتح القسطنطينية لحد 1914 اللي هي الحرب العالمية الأولى، بداية بقى الحروب. اهم مظاهر الحروب العصور الوسطى. اوروبا قالت يا نهار ابيض، هو انا كل ده يا جماعه كان عندي نكسه؟ لا، لازم افوق، لازم تعمل نهضه. فوق يا ست اوروبا. اوروبا هتفوق وتعمل نهضه اوروبيه، وهتبدا بقى تتعرف ان في حاجه اسمها الات، وبتشتغل الالات بالبخار، فبدات تغير حياتها وتعمل ثوره في الصناعه. طب انا محتاجه ماده خام اشغل بيها المصانع. تبدأ تعمل حركة كشوف جغرافية وتكتشف العالم عشان تدور على المواد الخام وتخدم أغراضها الاقتصادية الصناعية. يبقى الطابع الغالب على العصور الحديثة هو الطابع الاقتصادي. الهدف هنا هدف اقتصادي، ماشي، اللي هو في العصور الحديثة الهدف الاقتصادي. ركز معايا. يبقى بدأت بالنهضة، النهضة وصلتنا للثورة، عملنا حركة كشوف جغرافية. وبعد الكشوف الجغرافية قالت لك هو انا هكتشف العالم بس الامريكتين واستراليا ورأس الرجاء وامشي؟ لازم استعمر بقى الحاجات اللي انا اكتشفتها تبقى تحت ايدي، اخد منها مادة خام وقت ما انا عايزة. يبقى ظهرت حركة الاستعمار الاوروبي. يا نهار ابيض، يعني اوروبا عشان تنهض وتعمل نهضة لنفسها احنا نتأذي؟ مصائب قوم عند قوم فوائد. يا نهار ابيض، يعني جابت لنا مصيبة عشان هي تستفاد؟ أيوة. إحنا اتداس علينا وتعرضنا للاستعمار عشان النهضة؟ أيوة. يبقى نهضة أوروبا كانت نكبة على العرب؟ أيوة. نهضة أوروبا كانت وكسة، نكبة علينا إحنا، لأن إحنا تعرضنا للاستعمار والأذى منهم عشان هم ينهضوا، إحنا بنتأذي. طيب، إيش عرفني إن أنا في العصور الحديثة؟ بص بقى، لازم تكون عارف التاريخ، ان هو اللي هو لحد بداية الحرب العالمية الأولى. أولا لازم أكون عارف التاريخ. تاني حاجة، اي حاجه فيها
كشوف جغرافية، لو قالك اكتشاف الأمريكتين أنا في العصور الحديث، اكتشاف أستراليا عصور حديث، رأس رجاء الصالح عصور حديثة، قيام حركات الاستعمار الأوروبي عصور حديثة، ثورة صناعية وصناعات وآلات حديثة في أوروبا، بداية نهضة أوروبا عصور حديثة، عصور حديثة. طيب يبقى أي كشوف جغرافية كده وأنا مغمض عصور حديثة؟ أي كشوف، أي كشوف، أمريكتين، رأس رجاء الصالح، أستراليا، أي كشوف جغرافية أقول له أنا في العصور الحديثة، تمام. بداية الاستعمار الأوروبي في الحديثة برضو، أيوة، والثورة الصناعية والنهضة هم فاقوا في الحديثة، فاقوا في الحديث. حلو. إيه ده؟ يعني النهضة بتاعت أوروبا الاقتصادية أدت لوجود مشاكل إيه هنا؟ مشاكل سياسية. النهضة الاقتصادية عملت لي مشكلة سياسية، يعني عرضتني للاستعمار الأوروبي، دي مشكلة سياسية. فهم عشان ينهضوا نهضة اقتصادية أنا اتأذيت سياسيا. طيب تعالوا نشوف آخر حاجة بقى، التاريخ المعاصر اللي احنا عايشينه. وخلي بالك من النقطة دي، دي أقصر فترة، أقصر فترة زي ما احنا عايشينها، ما لسه بادئين التاريخ الحديث، دي أقصر مرحلة هي التاريخ المعاصر. دي أقصر مرحلة عندي هو التاريخ المعاصر، بيبدأ من الحرب العالمية الأولى ماشي لغاية دلوقتي. طبعا الفترة من الحرب العالمية الأولى لغاية دلوقتي طبعا لا تقارن بالعصور القديمة، يبقى أطول مرحلة كانت القديمة، أقصر تاريخ هو التاريخ المعاصر، هو التاريخ المعاصر. ملامحه التاريخ ده بقى فيه متناقضات، فيه إيجابيات وفيه سلبيات، فلما يقول لك الفترة اللي فيها تناقضات يبقى التاريخ المعاصر، حاجات حلوة وحاجات وحشة، تاريخ معاصر. مش انا كان عندي استعمار اوروبي فوق، انا هنا هتحرر من الاستعمار. يبقى تم معالجة مشاكل التاريخ الحديث امتى؟ في التاريخ المعاصر. تم معالجة مشاكل التاريخ الحديث اللي هو الاستعمار امتى؟ في التاريخ المعاصر. هنا اتحررنا من الاستعمار، عرفنا معلومات كتير وتكنولوجيا، وصلنا القمر، والقرية العالم كله بالنسبة لنا بقى قرية صغيرة، بقينا نتصل ببعض عن طريق الانترنت، ودي حاجة كويسة. يعني الحدود بقى والموانع الطبيعية ما عادش عندنا عوائق يا جماعة. حدودي بقى ما فيش بقى تقول لي عندي عوائق مش عارف اتصل بالبلاد، العوائق دي كلها انتهت. يبقى ظهرت حركة التحرر من الاستعمار، ظهرت حركة التحرر من الاستعمار، بقى عندي ثورة كبيرة من المعلومات والتكنولوجيا، ثورة كبيرة من المعلومات والتكنولوجيا، والإنسان طلع القمر، كلها إيجابيات. طب السلبيات؟ حروب عالمية مدمرة للبشر، لأن احنا كده يا جماعة بادئين من الحرب العالمية الأولى بقى والحرب العالمية التانية وحروب كتيرة بقى، واحتلال فلسطين وغيرها، ومشكلات فلسطين. حروب عالمية دي سلبيات، انتشار أمراض خطيرة، تلوث البيئة. لو قال لي بقى في المنطقة دي أقول له إيه؟ بص يا حبيبي، أول ما حاجة يجي يكلمك يقول لك عن أمراض، كورونا، فيروسات، تلوث بيئة، خرم في طبقة الأوزون، عايزة أحافظ على البيئة، عايزة أعمل مثلا عندي مثلا البيئة عندي ما فيهاش توازن، عندي حروب مدمرة، عندي صراعات بين البشر، أقول له أنا كده في التاريخ المعاصر. برضه لو قال لك طلعنا القمر وعرفنا المعلومات والثورة معلوماتية، وما عندي إنترنت وعندي شبكات تواصل اجتماعي، وتخلصنا من الاستعمار، كل ده في التاريخ المعاصر برضو، كل ده التاريخ المعاصر. يبقى اول ما اجي اقول لك تاريخ معاصر هتقول لي فيه ايجابيات وسلبيات، يعني فيه متناقضات، في متناقضات، حاجات حلوه وحاجات وحشه. الحاجات الحلوه التحرر من الاستعمار، خلصنا من الاستعمار اللي كان في ايه في التاريخ الحديث، خلصنا من الاستعمار، ثوره في المعلومات، الانسان طلع القمر كمان، تعرضنا لحروب مدمرة، أمراض، تلوث بيئة، أي بقى صورة تلاقيها انفجارات نووية، مفاعل نووي، خرم في الأوزون، شكمانات عربية شغالة، تلوث في البيئة موجود، كل ده في التاريخ المعاصر اللي احنا بنعيشه حاليا، ودي أقصر المراحل بتاعتي. تمام. تعالوا بقى نشوف الحته اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي. عندي 4 انواع من التاريخ، وخلي بالك ايه بص معايا في معلومات هقول لك عليها دلوقتي برضو. انا عايزه اهم حته عندي تقسيم العصور التاريخيه. انا في الجزئيه دي كلمتك على ايه؟ كلمتك على التاريخ، وقلت لك التاريخ بيتكلم على حياه الانسان فين؟ في الماضي والحاضر والمستقبل. بعرف الماضي افهم الحاضر بتاعه ايه، اتنبأ بمستقبله، بدرس التاريخ اخد منه عبره وعظه، قدوه صالحه، ما بقاش متعصب لارائي، اشعر بالمسؤوليه اللي هي الاعمال الخيريه بتاعت حضرتك. طيب بيبدأ التاريخ لما الإنسان يعرف الكتابة، وبنقسم عندي 4 عصور. العصور القديمة ودي أطول الأزمنة يا جماعة، بتبدأ من الألفية الرابعة من 3350 قبل الميلاد لحد 476 سقوط إمبراطورية روما. هتنقل من العصور القديمة لأي عصر تاني
انتقال من عصر لعصر لازم يحصل حدث سياسي، سقوط دولة أو قيام دولة. انت ايش عرفك ان انت في العصور القديمة؟ لما يقول الإنسان عرف الزراعة، الاستقرار، الكتابة، بنى الأهرامات والمعابد. قال لك كمان الحضارات بتاعت الدولة القديمة، حضارات بلاد الشرق أو حضارات اليونان والرومان، أنا كده في العصور القديمة. انتشار اليهودية، ولادة السيد المسيح، وانتشار المسيحية بطريقة بسيطة لسه بداية ظهورها كانت في القديمة. العصور الوسطى الطابع الغالب عليها طابع ديني، بتكلم على امور دينيه، الطابع الغالب فيها الطابع ديني او الصبغه الدينيه. بتبدا من 476 لحد فتح القسطنطينيه وسقوط امبراطوريه روما. طبعا احنا المسلمين كنا متقدمين جدا وعملنا فتوحات. هيقول لك هنا انتشار المسيحيه، ولاده السيد المسيح، خلفاء امويين عباسيين فاطميين، الكنيسه الكاثوليكيه مسيطره على كل النواحي الحياه في اوروبا، انتشار ظاهره الاقطاع في اوروبا. دي كانت نكسه حضاريه على اوروبا، اسوا مرحله على اوروبا هي العصور الوسطى. نيجي بعد كده على التاريخ الحديث. بيقول لك التاريخ الحديث ده يا جماعة الطابع الغالب عليه طابع اقتصادي. طابع اقتصادي في الآخر بيعرضني لمشكلة سياسية. بيبدأ الحاجة المحركة للأحداث هي النهضة الأوروبية، بعدين ثورة في الصناعة، حركة كشوف جغرافية، وبعدين اتعرضنا للاستعمار الأوروبي. طيب، التاريخ المعاصر دي أقصر مرحلة اللي بتبدأ من الحرب العالمية الأولى لغاية دلوقتي، ودي أقصر فترة فيها متناقضات إيجابيات وسلبيات. قلت لك اتخلصنا من الاستعمار، بقى عندي معلومات، طلعنا القمر، العالم قرية صغيرة. الناحية التانية كان عندي حروب عالمية، أمراض، تلوث بيئة. أتمنى الدرس يكون لطيف وخفيف عليكم وما كنتش طولت عليكم. أنا عدته أكتر من مرة لأن يعتبر أول درس عندنا بيبقى فيه معلومات كتير. الدرس المفروض بيتاخد على جزئين، بس أنا اديتهولك على مرة واحدة. أنت براحتك بقى، عايز تقسم الدرس على مرتين، تسمع الفيديو على مرتين، ده لك مطلق الحرية. لو لقيت إن الموضوع لطيف وشيق ومش مرهق بالنسبة لك، ممكن تسمعه على مرة واحدة. استنى عشان بعد كده، بعد الفيديو إن شاء الله هينزل لك تدريبات الفيديو بحلها، والحل مش مجرد حل عشوائي. هقول لك السؤال إجابته إيه صح ليه، وهقول لك الغلط غلط ليه. يعني هفهمك السؤال دقيق، هفهمك معنى السؤال والإجابة تم اختيارها إجابة صح ليه، واخترتش الإجابة التانية وهي الإجابة التانية غلط ليه. يعني هفصص لك سؤال بإجابته بالظبط. إن شاء الله الحصة الجاية انتظروني مع الدرس التاني، وهو مصادر دراسة الحضارات، يعني ازاي هدرس الحضارة بتاعة البلاد. درس من الدروس الشيقة الممتعة قوي، كلكم هتنبسطوا منها جدا. أشوفكم على خير. شكرا لكم يا سنة أولى. السلام عليكم.